حرفيا الكبده ما تتعملش غير بالطريقه دي. الكبده ما يتحطش عليها ولا بصل ولا طماطم. اول حاجه بقى اقطع الكبده قطع، ولا كبيره ولا صغيره. هقطع معاها بقى لحمه وقلب، وكمان لو حابه تزودي كلاوي او فشه او طحال زي ما تحبي. هقطعهم بقى كده كلهم بالشكل ده. بعد كده اقطع فلفل رومي وفلفل حامي. قرنين الفلفل اللي معانا دول هيخلوها تطلع سبايسي وخطيرة جدا. طبعا لو في اطفال او انتوا مش بتحبوا الحاجة السبايسي تقدروا تستغنوا عن الفلفل الحامي وتخلوها بالرومي بس. هقطعهم بقى كلهم قطع كده صغيرة. اضيف بقى الفلفل على الكبدة، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من هريسة الشطة، والتوابل كمون وكزبرة وملح وفلفل اسود، 7 بهارات. اقلب بقى كل ده مع بعض، وعايزه اقول لكم ريحتها كده وانا بقلبها مع التوابل كانت بجد خطيره. هجيب بقى صينيه فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت. اول ما يسخنوا كده على نار وسط انزل بقطع الدهنه الاول، خليهم يتشوحوا كده بس الاول. بعد كده انزل بقى بالكبده، افردها بس كده في الصينيه ومش هقلبها غير لما تاخد لون، تتشوح كده من على الجنب ده، وبعد كده اقلبها على الجنب التاني تاخد تشويحه كده من كل الجوانب. بعد كده بقى بعد ما تتشوح كويس معايا هبدأ بقى ان انا ازودها بالمية بالتدريج كده، وكل ما هتتشرب المية ازودها تاني عشان معايا قطع من اللحمة عايزاها تبقى مستوية كويس. لما تبقى بالشكل ده بصوا بقى، عايزة اقول لكم بجد الريحة كانت رهيبة. ازودها بقى كده ايه بالمية مش كتير، هي اتشربتها اول مرة وزودتها تاني نص كوباية. لو حابين بقى فيها صوص ما تخلوهاش تتشرب كل المية اللي انتوا بتزودوها. وكده كانت خلصت. عايزه اقول لكم بجد ريحتها رهيبه. بصوا بقى لما بتيجوا تقسموا الكبده مش بتشد معاكوا. قرنين الفلفل اللي احنا حطيناهم دول خلوها سبايسي وخطيره. ولو وصلت لحد هنا ما تبخلوش عليا بلايك عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله.